هات طبق وشوكه وتعالى بسرعه، اصل الحلقه دي فيها بسبوسه. لا وبسبوسه بايه؟ بالسمن والسكر والعسل. اسمع كده الموسيقى دي، ايه الموسيقى الجامده دي؟ دي موسيقى الملحن فاروق سلام. الراجل ده ملحن لميادة الحناوي ووليد توفيق وغيرهم كتير، وكان عازف اكورديون في فرقه ام كلثوم، وهو اللي ملحن اغنيه ستو بسبستلو، يعني ملحن جامد. الفنان احمد عدويه في اغنيه ستو بسبستلو وصف وصف دقيق للشخص المدلع. تعالى بقى نحكي حكايه المدلع ده من خلال الاغنيه، يلا بينا. ستو بسبستلو بسبوسه. مساء الفل يا حلوين. كان يا مكان كان في شاب جميل. الشاب ده كان نايم والمنبه بيرن عشان يروح الشغل، فقام قفل المنبه ونام تاني. تقريبا الحلم عرض اول ولازم يكمله. امه راحت تصحيه مش عايز يقوم. كلام في سرك، اصل الواد مأنتخ ومش عايز يروح الشغل. فمامته قالت له قوم يا واد ده ستك عندنا. الواد فرح وقام جري حضن سته ونام تاني. المهم امه قالت له تعالى يا قلب امك افطر. فبيسألها في فطار ايه؟ ما هو ما يعرفش ان سته بسبستلو بسبوسه. الله، بسبوسه، ومش اي بسبوسه، دي بالسمن والسكر والعسل، يعني حاجه وصايه. المهم الواد اكل ولقى جسمه تقل، راح رامي نفسه على السرير. عسل وكسل يا حوسه. يا حوسه فعلا. عاطل ونايم في العسل. عاطل ايه بس؟ لا اكيد سته مش هتسكت على الكلام الفاضي ده. وفعلا قامت سته بسته بس سته بس بسته بس. ايه ده بسته بس؟ هي ليه ما زعقتلوش وقالت له قوم روح الشغل يا ولد؟ بسبوسه بالسمن والسكر والعسل كمان. طب سابتهم ليه؟ ايوه ما هو لما يصحى امه هتعمل له بسبوسه تاني. الله ينور يا ست. ستو ستهم بسبسالو. لا دي مش بس سته مبسبساله، وماما كمان مسقياله. ماما مسقياله. طب ليه بقى ماما مسقياله؟ اصل العيش ناشف وهيوجع سنانه يا قلب امه. نايم ولا على باله ولا عايز يشتغل. يشتغل ايه يا معلم؟ ما هو لازم ينام. هو في حد هيلاقي دلع وما يتدلعش؟ ايه الاهات دي؟ ماله عدويه؟ هو زعلان على الواد ولا ايه؟ بسته بس سته بس بسته بس. سابت سمن بالسكر والعسل. في الكوبليه التاني عدويه اتغاظ وابتدى يتنمر على الواد. يا نونو هو عايز يقول له انت فاكر نفسك نونو؟ ما تسترجل يا يا عرض حلبي دمغه. عرض حال دي ورقة رسمية فيها مشكلة، لكن ورقة ضعيفة مش زي المحضر. فهو عايز يقول له انت ورقة ملهاش لازمة. بس حسن ابو عثمان المؤلف بيتفلسف. افندي ولا صبغه تروح لو تنغسل. افندي ولا صبغة دي قصة قديمة عن واحد صباغ احذية وعامل نفسه افندي واتكشف في الاخر. الكوبليه التالت عدوية اتخنق وشوية وهيشتمه. خلاصه ومش خلاصه. خلاصة ده مصطلح بيقولوا على نفسه الواد اللي شايف نفسه. فاكر الأغنية اللي بتقول أنا واد خلاصة لاصة ومية مية؟ أهو ده. سلاح من الرصاصه. سلاح من غير رصاصة يعني منظر وشكل جامد لكن من جوه فاضي، وده بينطبق على ناس كتير مش الولد المدلع بس. فالح في الدراسه ولا يسد في عمل ولا يسد في أي حاجة. ما هو كل ده نتيجة إن سته بسبستلو بسبوسه بالسمن والسكر والعسل. ودي وصفة سحرية لطريقة عمل راجل طري اعتمادي لا يعرف يتحمل مسؤولية بيت ولا أولاد ولا حتى مسؤولية نفسه. والكلام ده مش ضد حنان الأم ودلعها لأولادها أو اهتمام سته بأحفادها، لأن ده بيقوي مش بيضعف، لكن بالأصول، لأن اللي بيزيد عن حده بيقلب لضده. زمان لما كنت أروح لستي اللي هي أم أمي ما كانتش بتسألني أنت عايز تاكل ولا لا، أصلها مش اختياري ومش هتقعد تاكل عادي كده، لا دي شوية وهتحطك تحت رجلها وتزغطك زي البط. كنت بمشي من عند ستي خايف اخبط في دبوس لا فرقع. عند سته بنكسر كل القواعد، تغلط تلعب تكسر، اصل محدش هيقدر يكلمك في وجود ست، وهو ده الدلع. وكل ده حلو وجميل طول ما انت طفل، لكن المشكله لما الدلع يكمل معانا لحد ما نكبر. ساعتها ما بيتقالش على الشخص متدلع، لكن بيتقال مصطلحات عيب تتقال، انضفها انه شخص اعتمادي، ودي حاجه وحشه وعيب جدا. المهم الدلع الزياده ده بيدفع ثمنه الزوجه والاولاد واغلب اللي بيتعاملوا معاه، وده غير تعب الشخص نفسه. خلي بالك بعض الاشخاص دي اللي ستهم بسبساله وامه مسقياله الحياه بتعلمهم، بس الدرس بيبقى قاسي شويتين. في منهم اللي بيتعلم وفي منهم بيعيش طول حياته كده تعبان وتعب اللي حواليه. خلاصة الموضوع ان الرجولة بتتبني من الطفولة. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية. ستو بسبوسه
لسه وبتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام. السمن والسكر والعسل عسل وكسل